السلام عليكم. نعمل مع بعض عيش الشامي. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، وبيقطع معانا وطري جدا وسوفت جدا. وبصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، نمشي ورا الفيديو للاخر عشان في تريكات في التسويه وتريكات في التخمير. وزي ما انتم حضراتكم شايفين بصوا الموضوع عامل ازاي. ونقطع من هنا كده القلب فاضي اهو، بسم الله ما شاء الله القلب فاضي جدا. واستسمحكم نمشي مع الفيديو للاخر، نبدا الوصفه على بركه الله. عندك نص كيلو دقيق ومحتاره، مش عايزه تنزلي تعملي عيش، عايزه تعملي العيش بطريقه كويسه، عايزه تفرحي ولادك، يلا بينا. نص كيلو دقيق متعدد الاستخدام، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، نص معلقه ملح، شويه ميه، زيت لخدمه العجين. ونبدا العجين على بركه الله. ننزل اول حاجه بالدقيق كده، بعد الدقيق ننزل بالملح، بعد الملح هننزل بالسكر، بعد كده هننزل بالخميره بتاعتنا. ننزل بواحد كوبايه ميه دافيه، لا سخنه ولا ساقعه، دافيه عشان خاطر تنشط معانا الخميره. اول ما يخش العجين كده نديه بقى شويه زيت كده عشان ايه، يلم معانا ويدينا قلب العجين يكون طري. كده يا حضرات متهيألي كده العجين الحمد لله بقي تمام. وزي ما اتعودنا الحلتنا نظيفه، العجين فيه عرق ما بيلزقش معانا، دي مواصفات العجين الناجح. هناخده على الرخامه كده برضو لمده دقيقه كده، نفضل ندمج العجين في بعضيه. اهم حاجه اجيب العرق بتاعه ما يبقاش فيه حاجه ما اندمجتش مع بعضها، وده هيبقى شكل العجين ان شاء الله. هنحطه في البسيمه لحد نص ساعه كده لحد ما يخمر معانا، وبعد كده هنقسطه. جبنا ماده دهنيه بسيطه وهنحط عجينه العيش بتاعنا. بسم الله حبيبي يا رسول الله ما شاء الله العجين عرقه فوق الوصف. اول ما يبتدي ينمل معانا والكميه تتضاعف هنقسطه مع بعض واستنونا. وخمرت بقى معانا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الموضوع عامل ازاي، بسم الله تضاعفت النص. وبعد كده هننزلها على زيت برضو بسيط كده اهو على الرخامه، ونبتدي نشكلها مع بعض. وهنقطع كده زي ما حضرتك شايفه، هنقسط. هناخد كده الرغيف حوالي 60 جرام. اهم حاجه اللقم تكون كلها قد بعضها زي ما حضرتك عايزه. وزي ما اتعودنا مع الشيف منصور بنلف كده العجين كده اهو، نعمله كرات زي ما حضرتك شايفه اهو. بسم الله. طب احنا مش هنعرف نلف كده يا شيف؟ ماشي اهو، حطها كده زي ما حضرتك شايفه اهو اهو اهو. موضوع بسيط جدا اهو. وممكن نعمله كده، احنا بنودي بدي وبنجيب بالصوابع دي اهو، بنودي كده ونجيب، بنودي ونجيب بصوابعنا، ونحكم عليها لحد ما تديني ايه القفل كده في النص، وتبقى رغيف العيش زي القمر كده. معانا يا حضرات 11 لقمه زي ما حضراتكم شايفين. هنسيبه بس يرتاح لمده 10 دقايق تاني، وبعد كده هنفرده وهنسويه مع بعض. وجينا لعمليه الفرد، جينا للحظه الحاسمه. بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقمه خفت معانا، موضوع بسيط جدا، بنضغط عليها كده بالراحه. بصوا الجمال يا جماعه. ونودي المردانه كده بالراحه عليها اهو كده اهو اهو. بس احنا مش هنفرد اكتر من كده. دي الرغيف بتاعنا الجميل، والعيش فيه عرق بسم الله ما شاء الله، واللقمه خفيفه وماشيه معانا زي ما احنا عايزين. ده لقمه الرغيف بتاعنا الشامي بسم الله ما شاء الله اهو اهو. هناخده بقى نحطه في الصاج بتاعه اهو. هنسيبه برضه يرتاح شويه، ان العيش اصلا ابوه الراحه اهو. نعمل واحد تاني قدام حضراتكم بسم الله. نضغط، نقلب اللقمه، الموضوع بسيط. اهم حاجه اللقمه ما تقعدش معانا ونقرص عليها عشان تنفخ وتديني
الطراوه بتاعتها وتديني اللقمه الجميله اهو. وهنسويها مع بعض ان شاء الله هتعجب حضرتك. سيبه يرتاح شويه وهنكمل مع بعض الكميه دي كلها. وعملنا كده اول رغيفين عشان ما نسحمش الدنيا. بنجيب ورقه زبده او ورقه بلاستيك نديها دقيق بسيط ونروح حاطين الرغمه التانيه فوق منها كده، مفيش مشكله. وبعد كده عشان خاطر احنا لما نيجي نسويهم مش هنسويهم كده مع بعض، هنرفعهم طبعا. نرمي الرغيفين تاني. شفتوا المجهود اللي احنا بنعمله؟ يلا بقى اشتركوا عشان خاطري. بصراحة قسما بالله أنا سعيد جدا جدا إن الوصفة ناجحة 100%. وبستسمح حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو. ودي كانت نهاية العيش الشامي. الموضوع بصوا يا جماعة عمل ازاي، سوا فوق وتحت وحاجة تخطف العقل. واستنوني في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.